هو احنا ليه بنتخان؟ وليه ساعات بتكرر علينا تجربة الخيانة بالرغم من تغيير الأشخاص؟ ممكن تكون خيانة مع صديق، خيانة في الشغل، خيانة مع زوج، وابقى أنا مستغربة قوي هو أنا ليه بتخان؟ ويا ترى العيب فيا ولا في الأشخاص اللي قدامي؟ ليه كل الناس متعودة تخوني وكأني أنا مش موجودة أو ماليش قيمة؟ الموضوع ده جارح جدا وقوي جدا، علشان كده هو جزء من رحلتنا في علاج جروح الطفل الداخلي. في ورشة عمل الخيانة هنعرف الجذر بتاع الخيانة، هنعرف ان الخيانة ما بتبدأش واحنا كبار، الخيانة بتبدأ واحنا أطفال، لما بنترجم أي تصرف من الأب أو الأم على إنه خذلان لينا أو خيانة لينا أو غدر، حتى لو هو ده مش معناه الحقيقي. المشكلة مش بتبقى في الموقف على قد ما بتبقى في معناه بالنسبة لنا أو إحنا شفناه إزاي. علشان كده إحنا بنشيل المشكلة من جذرها. وعايزة أقول لك لو أنت حاسس إن أنت دايما خايف من الخيانة، خايف، عندك شك في علاقتك بأي حد، بتغير قوي، عايز تبقى مسيطر في العلاقة، مش عارف تسيب اللي قدامك، خايف إنه يسيبك أي وقت بسبب الخيانة، كل ده احنا ان شاء الله هنتكلم فيه بالتفصيل. هتعرف ايه صفات الشخص اللي بيخاف من الخيانه، وازاي يحمي نفسه منها، وازاي ما تتكررش تاني في حياته. مستنياكم في ورشه عمل الخيانه في جرح الطفل الداخلي. الخيانه في جرح الطفل الداخلي.